السلام عليكم متابعينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من منوعات دينا. جبت لكم موضوع شيق جدا كالعادة عن مصر. طبعا انتوا عارفين ان المصريين ما بيتكلموش لغة عربية خالصة، ولكن لغتهم متنوعة. بس 95% من كلمات المصرية بيتحدثوا اللغة التركية. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان هقول لكم ايه هي الكلمات دي، لاني انا قلت لكم في بعض الحلقات عن بعضها، ففي كلمات تانية هنقولها. بس خلينا نتكلم عن ان ازاي اللغة التركية، ازاي ان هي سيطرت علينا، ومن اللي دخل اللغة دي، ومن اول قائد وسلطان عثماني دخل مصر وقدر ان هو يسيطر على المصريين كده. خليكم معايا لاخر الفيديو. السلطان العثماني سليم الأول. أول حاجة عملها سليم الأول إن هو لما انتصر على المماليك في موقعة مرجدابك ففكر إن هو يتجه نحو مصر. بس أول حاجة عملها إن بعت رسول للزعيم المملوكي توماي باي، وهو آخر المماليك في مصر. بعت ليه رسول بيقوله إن هو يخضع لسليم الأول ويطيعه، ويذكر اسمه كمان في الخطبة، ويخرج ليه فلوس الخراج من مصر، وكمان المقابل إنه يعطيه غزة مع مصر. طبعا طوماي باي وافق علشان خسر جنود كتيرة في معركة مرجدابك، ومش عايز يخوض معركة تاني مع سليم الأول. لكن أتباع طوماي باي ما وافقوش على ان هم يخضعوا لسليم الاول وقتلوا الرسول. فطبعا لما عرف سليم الاول الموضوع ده غضب جدا، وبدأ يتجه بجيشه نحو مصر، ومشي بجيشه في صحراء فلسطين لحد ما وصل للعريش. وكان ساعتها طوماي باي وجيشه كان مستنيه، وانتصر هنا سليم الاول على طوماي باي، أمر بإعدام طوماي باي على بوابة زويلة. ومن هنا بدأت الحكاية. السلطان سليم الأول هو أول سلطان عثماني في مصر، دخل مصر سنة 1517، وإن الدولة العثمانية اللي هم الأتراك حاليا قعدوا في مصر 4 قرون كاملة. وده معناه المصريين اتأثروا جدا باللغة التركية، وإن الدولة العثمانية جعلت اللغة التركية هي اللغة الأولى والرسمية في مصر. ومش بس كده، إن الأتراك نزلوا شوارع مصر واختلطوا بالمصريين، وده معناه إن المصريين أخدوا منهم كلمات كتيرة، لدرجة إن التجار بدأوا يكتبوا كلمات تركية على دكاكينهم. شفتوا ان الاتراك عاشروا المصريين 4 قرون كامله، وده يدل ان المصريين ده لازم يتاثروا منهم فكريا ولغويا وثقافيا، وهم كمان اتاثروا بينا. فالثقافات يعني ايه اختلطت ببعض. يعني احنا كمصريين اخدنا منهم الاسماء اللي هي البنات، زي اسمي مثلا انجي ومعناه الجوهره، وعندك برضو اسمي اللي هي ايه، اسم برضو اللي هي نظلي. زمان الناس الكبار اللي هي على ايام اجدادنا كانوا بيسموا نظلي ومعناها الفتاه المدلل. هم كمان يسكتوا؟ لا، ما يسكتوش، ياخدوا برضو مننا اسامي زي اسم ميرفت. واحنا كمان بما انهم نزلوا الاتراك الشوارع واختلطوا بالمصريين، طبعا الحرفيين اكتريتهم بالاسم اللي هو بالاسماء التركيه، زي مثلا قلت لكم قبل كده باشا اللي هو حاجه كبيره كده في الصنعه، وباشا او باشمهندس والكلام ده. عندك مثلا زي كلمه اسطى زي ما احنا قلنا، وبويا، البويا اللي هو معناه الدهان. وحتى الشوارع ما خليتش من اللغه التركيه، زي بولاء، وده اصلا اسمه بولاء، ده اسم تركي ومعناه عين الماء. حتى بصمه، البصمه دي اللي هي اثر الاصابع، وهي اصلا معناها هو اصلا اسم تركي، وهو بصمه دي يعني تركيه مش عربيه. وبصمجي عندهم اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب بيقولوا عليه ايه، بصمجي. وكمان عندك مثلا الاستاذ زمان والمعلم كان بيقول عليه خواجه، وهي اصلها لغه فارسيه، بس الاتراك كانوا بيقولوا على الاستاذ او المعلم ايه، خواجه. واتطورت طبعا مع المصريين، والخواجه دي بتتقال للناس اللي هم البيض والعينين الخضراء، فنقول عليه
عليه ايه خواجه. وعندك مثلا كلمه ابله، ابله دي معناها اللي هي الاخت الكبيره، وابيه معنى الاخ الكبير. وعندك كلمه خليك دغري، دغري دي كلمه تركيه، خليك دغري يعني خليك على يعني كلامك يعني ما فيهوش كذب. وعندك صاخ سليم. وعندك حتى الاكلات خدنا منهم الاكلات اللي احنا فاكرينها ان هي مصريه، زي سجق وزي بسطرمه والشيش طاووق، وهي اصلها سيس تافوك، سيس تاووك اللي هو السيخ بتاع الفراخ. وكمان خدنا منهم يعني البسطرمه. وخدنا منهم حاجات كمان داخل منازلنا، البانيو ده اسم تركي اللي هو الحوض بالماء. وعندك الدولاب ده اسم تركي. فبصوا احنا كلامنا 95% من اللغه التركيه كلمه برضو وهي ايضا. وعندك كلمه يعني قلت لكم دغري طبعا. بصوا انا لو قعدت كذا حلقه اقول لكم ايه الكلمات المصريه اللي بتتكلم تركي، هتاخد طبعا حلقات كتيره. وعندك كلمه تمام دي حديثا احنا خدناها منهم، تمام يعني كله بيقول تمام تمام، المصريين بيقولوا كده بس هي اصلا كلمه تركيه. والترابزين وربابيكيا والاغزخانه. بس في كلمات يعني كانت موجوده وخلاص انتهى، زي مثلا الكراكون اللي هو اسم الشرطه. فبصوا احنا 95% لغه تركيه في مصر، وبسبب ذلك ان احنا اختلطنا اختلاطا كاملا باللغه التركيه. بنتكلم تركي اكتر من العربي واكتر من الفرعوني نفسه. فيا رب يكون الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.